السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم أنا العطار، والنهاردة داخلين نتكلم على حاجة سريعة جدا كده مع بعض. كتير بيسأل هاني، أنا أقدر أستمر في التريدة لحد إمتى؟ يعني إمتى أطلع من التريدة وإمتى لأ؟ أو شخص إن أنا أكون مستعجل على التريدة. يعني في ناس بيبدأ يكلمني إن هو مستعجل على فكرة إن هو يقفل التريدة نفسها. يعني هو مجرد ما بيلاقي السعر ماشي في طريق البروفيت، ومجرد ما بدأ يعكس شوية بيبدأ هو يروح قافل التريدة من نفسه، لخوفه ان التريدة تبدأ تروح داخلة عكسة تانية او تخسر منه. اوكي، هو هنا بيبقى محتاج حاجة تقول له استمر في اتجاه، يعني كمل في التريدة وخليك فيها. طبعا دي حاجات لها علاقة بإدارة النفسية نفسها. بس خليني اقول لك على كام حاجة النهاردة كده ازاي تقدر تستمر فيهم بالاتجاه بتاعك. رقم واحد، لازم اول هام يا شباب كده لازم تكون فاهم الديناميكيه بتاعت الحركه نفسها. يعني ديناميكيه الحركه نفسها في السعر هي عامله ازاي. اوكي، تعال نشوف. انت لازم تبقى فاهم وواعي ان مفيش حاجه اسمها ان السعر هيطلع كده، اوكي، او هينزل كده. مفيش الكلام ده. الحاجه دي بتحصل في شمعة مثلا زي اللي انت شايفها هنا دي، لو في شمعة اخبار او حاجه من الكلام ده وبترجع تاني. طيب تعالى، لازم تبقى فاهم ان الحركه او ديناميكيه الحركه في الفوركس عامله ازاي والتشارت عامله ازاي. ان لو احنا جينا قلنا ان الترند بتاعك انت دلوقتي، انت عندك ترند صاعد. اوكي، انت عندك دلوقتي كده ترند صاعد. فلازم تبقى فاهم ان الحركه بتعمل ايه. ادي الحركه بتطلع كده، اوكي، وممكن ترجع تعمل بول باك من هنا كده، وبعد كده ترجع تاني. اوكي، وممكن ترجع كده، وممكن تطلع بالشكل ده كده. هنا انت لازم تبقى فاهم ان الحركه طالعه رايحه جايه كده، بتطلع وتنزل تطلع وتنزل في الشكل ده. اوكي، طيب مش معنى كده ان الحركه هتطلع بالشكل ده كده او بشكل مباشر. يعني لما بتبدا السعر يريح كده ما تكونش خايف ان السعر يعكس او لا او الكلام ده. لكن هو في حاجات كتير جدا بقى تقدر انت توضح منها ازاي انك انت تقدر تستمر في التريده بتاعتك. تعال نشوف الحاجه دي انت ممكن تعملها بشكل عامل ازاي. اوكي، انت بتكون الدنيا عندك بالشكل ده كده انت شغال عليها. انا هقول لك على حاجه واحده بس اللي تقدر تستخدمها. وفي حاجه احنا في الاكاديميه بنستخدمها، اللي في اي ام اكاديمي هو اللي هيقدر يستفيد منها بشكل سهل جدا بدون ما يتعب نفسه في اي حاجه. اوكي، وفي حاجات تانية بتقدر تقول لك والله استمر في الاتجاه، او خلاص هو الاتجاه هنا خلاص، هو خلاص هيعكس من المكان ده، او يهبط خلاص، او هيصعد، ايا كان الحركه بتاعته عامله ازاي. طيب الحاجه اللي انت هتبدا تعتمد عليها انت وتجربها الاول، لان احنا لازم نكون متفقين ان اي حاجه ممكن اكون انا جربتها فعرفت هي شغاله ازاي. انت لازم تبدا تجربها انت كمان. ما ينفعش تتعلم حاجه وتروح تشتغلها على حسابك الحقيقي على طول، لازم تبدا تجربها اكتر من مره. طيب اول حاجه خالص هتروح على قائمة الانديكيتورز، وتبدأ تكتب الزد ال اس ام اي اهو. ده المؤشر اهو. بس بتلاقي فيه اكتر من واحد، انت هتختار الفيرفايد. اوكي، الزد ال اس ام اي الفيرفايد، تمام، وتضغط طبعا عليه. بعد كده هو بينزل لك بيه الاعدادات بتاعته العادية خالص. انت هتعدل بس الاعدادات من دي خليها 50 كده. اوكي، بعد كده بتيجي هنا على سيف از ديفولت. ليه؟ علشان كل ما تيجي تفتح او تستخدم الانديكيتور على اي تشارت تاني ينزل معاك بنفس الاعدادات دي. لان انت لو ما عملتش الكلام ده هتلاقيه هو بينزل لك بالاعدادات العاديه بتاعته يعني. اوكي، وبتضغط اوكي. بس كده طبعا انا ضايفه عندي. طيب الخطوه رقم اتنين، هتيجي من الكاندلز هنا، اوكي، علامه الشموع دي كده، وتيجي على الهيكيناشي، شمعه الهيكيناشي، وتبدا تغيرها. لو خدت بالك من هنا، بس انا هقول لك، انا ده تايم فريم 4 ساعات، بس انا هقول لك ايه اكتر حاجه جربتها وجابت معايا كتايم فريم واحترمت الكلام ده جدا يعني. انت زي ما انت شايف كده، لو خدت بالك هنا، ان مجرد ما الشمعه هنا، ما السعر كسر المؤشر، الشمعه بص السعر مستمر. مجرد ما كسر المؤشر لتحت وتحت ده مستمر. يعني ايه؟ يعني لو الشمعة الخضراء هنا بدأ يقفل فوق المؤشر بالشكل ده كده، استمر في الاتجاه طول ما هو فوق الانديكيتور، طول ما هو فوق المؤشر استمر معاه. طب بدأ يعكس هنا وفي شمعة تقفل تحت، اطلع خلاص من الصفقة، ده نهايتها. نزل معاك طول ما هو تحت طول ما الكاندلز او الشمعة تحت المؤشر انت مستمر معاه. بدأ يعكس والسعر بدأ يطلع فوق المؤشر، ابدأ اطلع من التريدر. اوكي، زي ما انت شايف. انت بتعمل ايه بقى؟ اول يوم هتروح مسطب المؤشر زي ما احنا اتكلمنا، ومحول الكاندلز محول الكاندلز للهيكيناشي، وحط كل تريدتك عادي. يعني انت السعر بتاعك والله انت مثلا
هتدخل التريده بتاعتك مثلا من هنا. يعني الشخص اللي انت بتتعامل معاه او تحليلك بيقول لك مثلا والله انت هتدخل التريده من هنا. ادخل التريده بتاعتك عادي جدا من المكان اللي انت عايزها، على اي تايم فريم، على اي شكل انت عايزه، ادخل التريده عادي جدا. بس بعد ما تدخل التريده كل اللي انت هتعمله ايه بقى؟ هتيجي على التايم، تروح محول حط الانديكيتور او المؤشر، وتروح محول الشموع تاني للهيكناشي. بعد كده هتيجي على التايم فريم تخليه 5 دقائق. اوكي، هتنزل على ال5 دقائق. اكتر حاجه انا جربتها وكان ظابطه وتمام كان في ال5 دقائق. اوكي، يعني المؤشر ده ظبط جدا في ال5 دقائق. طبعا لو مكان محطه كونسوليديشن زي الكلام ده كده انت بتكون عارفها وبتطلع منها. يعني بص، ماشي معاهم، محترم الكلام ده. اوكي، لو جيت تشوف على اي حاجه تانية مثلا، يعني نمسح ده كده اهو، جينا نغير. طبعا انت بتكون دخلت التريد عادي جدا زي ما انت شايف اهو. طلع فوق، لسه مكمل فوق. طول ما هو فوق حتى نزل لمس وطلع تاني، كسر راح نازل مكمل، كسر مثلا المؤشر ما زال فوق اهو زي ما انت شايف كده. هتجرب المؤشر بالشكل ده اكتر من مره. طيب هل يا هاني المؤشر ده شغال على كل حاجه؟ خليني اقول لك ان انا جربته على الذهب والاندكسات ما ظبطش. يعني هو مش ظابط قوي يعني على الاندكسات وعلى الذهب. لكن على الزواج العاديه ظابط. اكتر حاجه او اكتر تايم فريم كان هو يعني اوكي معاهم كان ربع ساعه وال5 دقائق. اوكي، يعني انت بتدخل التريده بتاعتك عادي جدا. كل اللي انت هتعمله هتدخل التريده بتاعتك عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله. اوكي، وبعد كده هتروح داخل على منزل الاعدادات بتاعتك، عامل المؤشر، وتروح جاي عامل الهيكناشي، وتنزل على التايم فريم ربع ساعه و5 دقائق. بس لازم طبعا تجرب الكلام ده اكتر من ايه، اكتر من مره الاول، علشان تشوف الدنيا ظابطه معاك ولا لا. طيب الحاجه الثانيه، دي الحاجة رقم واحد. الحاجة التانية اللي تقدر تعملها، ودي اللي هيستفيد منها الناس اللي في ايم اكاديمي، الناس اللي هي بتشتغل. طبعا انت كواحد موجود في ايم اكاديمي، امبالس كده كده متاح معاك فري يعني. اوكي، بص يا سيدي، طبعا انت بتدخل طبعا التريدر، بس انا عايز اعرف استمر في التريدر امتى. انت عندك هنا مؤشر البولينجر اهو، اللي هو المكان ده الازرق الرمادي ده. هنا طول ما الشموع داخل منطقة الرمادي، طول ما الشموع داخل المنطقة الرمادي، وطول ما الخط الازرق ده قريب او لازق في الموفنج كده وقريب منه، قصدي من البولينجر باند كده، من المؤشر الرمادي ده، انت مستمر في التريد. بس كده، بس كده. يعني طول ما الشموع كده داخل المكان ده، داخل هنا، داخل المكان ده كده، داخل المؤشر ده كده، او داخل المنطقه الرمادي، انت مستمر في التريد. وطول مع التحقيقه الثانيه والحاجه الثانيه، ان طول ما انت هنا المؤشر الازرق ده لامس او قريب جدا من المنطقه الرمادي، انت برضو مستمر في التريده. بس كده، بس كده. لو جيت ترجع بقى وتشوف هنا، هتلاقي ان هو مجرد ما بيبدا يبعد هتلاقي اصلا الشموع بتنزل. يعني بص، طول ما هو بره الدنيا مش مستقره. يعني خلينا نخفي ده كده. يعني طول ما انت بره المنطقه الرمادي الدنيا مش مستقره معاك. اوكي، لو جيت تدخل تشوف، بص كده اهو، نزل هنا. طول ما انت كده مستمر، طول ما الشموع داخل المنطقه. بص هنا، طول ما الشموع بره المنطقه الرمادي، بص الدنيا مش مستقره. يعني لو رجعت هتلاقي، بص كده، الدنيا مش مستقره طول ما هو بره. دي حاجه قويه كده تقدر تستمر فيها، سواء في الباي او في السيل تقدر تستخدمها. هتلاقيها يعني. بص هنا نفس الكلام كده، بص، يعني طلع اهو، طلع الشموع داخل المنطقه الرمادي اهو. إيه اللي حصل؟ مستمر. صح، بدأ الدنيا بتبعد زي ما انت شايف، بدأ يمشي في مرحلة كونسوليديشن. اوكي، وبدأ يكمل. بس كده، بس كده. طيب ايه كمان؟ ان انت هنا لما تلاقي انت عندك في البلنجر كده بدأ يفتح، عامل بقه كده كأنه هيمشي مستطيل كده، اعرف ان دي مرحلة كونسوليديشن كده في زوج العملة اللي انت شغال عليه. يعني هيبدأ السعر طالع نازل كده، يفضل ان انت ما تشتغلش وتريح دماغك من الزوج ده في الوقت الحالي. دي كده مشان تقدر تستمر في الاتجاه. طبعا في حاجات تانية تقدر تخليك تستمر في الاتجاه بشكل كبير جدا، بس طبعا احنا مش هنتكلم عليها النهارده، لان هي محتاجة وقت كبير جدا ومحتاجة تعليم كتير عشان تقدر تعتمد عليها. اوكي، يلا جربوا الكلام ده وشوفوا وبلغوني بالنتيجة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.